بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة دايما. طبعا أخرت عليكم المرة دي فسامحوني واعذروني ان انا بأخر عليكم. اشتريت برضو شوية مشتريات حلوين، واللي انتوا شايفينهم قدامكم دول. وكمان يا جماعة في الفيديو ده هقول لكم على نصيحة يعني اعملوا بيها عشان انا وقعت فيها. مع اني دايما في كل فيديو بحذركم من ايه، من الحاجة دي. انا اولا حاجة اشتريت، اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم كده اشتريت المعالق دي معالق. طبعا انا جبت 6 صغيرين و6 كبار معالق، و6 شوك صغيرين و6 كبار يعني 6 شوك صغيرين و6 شوك كبار، و6 معالق صغيرين و6 معالق كبار. زي ما انا بوريكم المعلقة الكبيرة دي 125 جنيه. المعلقة الصغيرة أو الشوكة الصغيرة ب95 جنيه. وبرده كمان اللي هي زي ما بوريكم كده اللي هي الشوكة ب125 جنيه. أنا اشتريت 24. ال24 قطعة دول كانوا عندنا في معرض كان نازل. والمعرض ده يعني انا لقيت قدامه كل حاجات سانت تريس. انا اولا كنت نازله اشتري، ما كنتش نازله في التوقيت ده مش نازله اشتري ايه معالق، انا كنت نازله اشتري ترابيزه الفطار اللي هي الخشب دي. يعني حاجه كده ميلتني عند الحاجه، فعند القسم ده. فلقيت فيه المعالق حلوه قوي، شكلها شيك وحلوه وتقيله. يعني لقيت ولقيتهم يعني بيبيعوا كل حاجات نيوتريس اللي هي الأصلية، اللي هي الايه الاستانلس. وبرده حاجات تانية اللي مش فاكرة الأسماء بقى. بس يعني لقيت كل حاجاتهم ستانلس، وستانلس يعني ايه من النوع النضيف. فأنا على ثقة رحت واخدة المعالق دي ما كانش معايا ساعتها مغناطيس. أنا بدوركم على المغناطيس عشان أوريكم بعد ما جيت. طبعا ده معرض، وكمان كنت رايحه في الاخر خالص، فاكيد كانوا هما مشيوا. انا جربتها بعد ما جيت على طول، بس انا رحت مشوار يعني كان هما يعني خلصوا المعرض بتاعهم. جيت هنا في البيت بمسكهم، يعني عجبوني، وبمسك كده دايما بحب اعمل تجربه للي هي ان انا ايه اشوف المغناطيس على اي حاجه ستانلس. انا بعمل كده، لقيت المعالق اتشفطت في المغناطيس. ولقيت كمان وانا بطلع المعالق لقيت حاجه زرقاء كده طالعه في ايدي. فيا جماعة نصيحة مني، الحاجة بتبقى غالية خدوا برضو منكم، يعني خدوا معاكم مغناطيس وانتوا رايحين تشتروا اي حاجة ستانلس عشان ايه ما تضحكش عليكم فيها. يعني ايه انا بعملها كده، بس يعني انا ما كنتش ناوي اشتري معالق والله. يعني انا زي ما بقول لكم كنت رايحه اشتري حاجه تانية، فلقيت المعالق وشكلها حلو وعجبتني، قلت هتبقى شكلها قيم وستانلس وحلوه. وقالت لي 18/10. انا شايفه في ختم ورا، بس يعني فما ركزتش قوي في الختم، فجبتهم بسرعة ومشيت. وزي ما بقول لكم روحت البيت بجرب عليها المغناطيس، او زي ما بقول لكم كده بتطلع حاجات زرقاء عادي. يعني ممكن زي ما انتوا بتقولي لي الحاجه ممكن ما يكونش سلس، بس يعني ايه ما تصديش او ما يجرالهاش حاجه. بس انا لقيت في حاجات زرقاء كده بتطلع في ايدي، يعني يعني لون ازرق كده بيطلع في ايدي عامل زي الالومنيوم بالظبط. فدي نصيحة مني، ما تشتروش حاجة غير لما تجربوها الأول. أنا وقعت في الفخ ده. فأنا بنصحكم. ويمكن أنا هي قالت لي ده احنا بنيجي كل شهر مكتوب على الفاتورة إن أنا ممكن أرجعهم. بس يكون يعني إيه في الفترة اللي هما يجوا فيها تاني. دي كانت نصيحتي يا جماعة في الفيديو، ما تشتروش حاجة ستانلس غير لما تجربوها على المغناطيس. جبت تاني حاجة اللي هي الكوبايات دي كوبايات مية. أنا جايباها للبيت عندي، أنا استخدمتهم. أنا كنت جايبه لها 6 قبل كده. انا اخدتهم برضو ورحت جبت ال6 دول ليا. ليها او ليا يعني بدلت. فجبتهم دول كان ب145 جنيه. ماركة سيتي جلاس زي ما انا بوريها لكم كده. فانا باخد ساعات ببقى محتاجة حاجات من عندها باخدها وارجع اجدد لها تاني زي ما بقول لكم. يعني انا ساعات باخد حاجات ليا كده. انا خدتهم ليا للبيت، انا بوريه لكم اهو. هي الماركة حلوة والمية يعني مش بتبقى يعني قوية قوي، بس ده كبيت يعني. انت ما ينفعش تقدمي فيهم لاي ضيوف، يعني انت تستخدمهم في انت ايه في البيت عندك انت. انا جبتهم واخدتهم ليا زي ما بقول لكم كانوا ب145 جنيه. انت طبعا عارفين بتاع الربابيكيا كل ما بيعدي كل ظابطها معايا بالظبط. فانا ايه مش مركزة قوي عشان خايفة الصوت يطلع في التسجيل. جبت برضو دي كانت واحدة كده جبتها معايا برضو ليا، انا كنت جايبه لها 2. واخدت واحد جبت دي
ليا انا او ليها هي البنوته التانية تاخدها كده معاها وهي خارجه. فحلوه برضو يا جماعه، يعني من الحاجات الحلوه اللي ممكن تجيبيها للميه، او تاخديها معاكي وانتي خارجه يعني. دي كانت ب35 جنيه برضو زي الاول. دي بقى اللي انا كنت نازله زي ما بقول لكم ان انا اشتريها، ورحت شاريه ايه المعالق دي. ترابيزه الفطار او العشاء ايا كان يعني. بيسموها الخشب. انا حباها قوي، حابه شكلها وكنت بدور عليها. وفي منها بقى انواع وفي منها اشكال وفي منها خامات. فانا لقيت دي. آه، لقيت خامتها حلوة قوي. وكمان هي سعرها عدى، يعني الاسعار عدت، يعني في اسعار معدية بطريقة رهيبة يعني. والله الحاجات مش بتنزل، بالعكس انا كل ما بروح اشتري حاجة بلاقي الحاجة زايدة. يعني عن الاول بكتير كمان يعني. دي ترابيزة فطار او عشاء الخشب. انا ما كنتش عايزه اجيب فيها اللي هو الرسومات دي، انا كنت عايزه اجيبها اللي هي بتبقى خشب من فوق خالص. هو اللي قال لي ده هي بتبقى ستيكرز، لو انت عايزه تعملي اللون الخشب اعملي هاتي ستيكرز وحطيها عليها. بس بعد ما جبتها اقتنعت، لقيت شكلها حلو قوي كده. هي برجلين زي ما بقول لكم، هي 40 في 60 مقاسها. وهي خشب زان وحلوة قوي، انا عجبتني. ممكن ما اجيبش الميلامين، يعني انا ممكن ما اجيبش ميلامين واجيب اللي هي الاستانلس اللي هو المدور ده، وجبت دي. لسه ما شفت، يعني مش عارفه الدنيا يبقى فيها ايه، بس هي عجبتني قوي، عجبني شكلها، شكلها حلو قوي. وهي برجلين كده زي ما بوريها لكم، انا عايزه اوريها لكم بس ايه، انا بصور بايد واحده فمش عارفه. كل شويه اقطع، مش عارفه اصور خالص بسبب اللي رايح واللي جاي بصراحه. بيبقى ظابطينها معايا بالظبط زي ما بقول لكم كده. انا ما كنتش عارفه صورتها لكم اهي بالشكل ده. هي عجباني وشكلها حلو. انا جبتها يا جماعه، دي كانت ب 450 جنيه. هي خشبها زين وحلوة أوي، شكلها حلو وعجبتني. ولقيت يعني ايه، ممكن يعني ايه من الحاجات ممكن برضو اي، انا لقيت لكم معلش. انا لقيت لكم المغناطيس ووريته لكم اهو. انا كنت بدور عليه كان تحت اللي هي الصينية، فاهو زي ما بوريكم كده يا جماعة. المغناطيس لزق في الشوك اهو، شايفين زي ما والله عاملينها معايا يعني. بصراحة مش عارفة اعمل ايه. عايزه اخلص الفيديو واعمله بس، وعايزه ما يبقاش فيه صوت بس للاسف. دي كانت مشترياتي النهارده، يا رب تعجبكم. وما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه، ودوسوا يا جماعه على علامه الكل عشان يوصل لكم اي اشعار فيديو انا بنزله. يعني على علامه الكل يا جماعه دوسوا عليها عشان يوصل لكم الاشعارات كلها كامله. دي كانت مشتريات، يا رب تكون بتعجبكم واكون بفيدكم باي حاجه انا بقولها في الفيديو. مع الف سلامه واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.